يحيدونا مسكين مرة الله ياخذ فيهم الحق. سنة وليدي سنة 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 السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي جريدة عبير الأوفياء. فكيف ما تشوف العنوان، مع الأسف الشديد حنا اليوم أمام واحد الحالة اللي تشمئز لها الأبدان، واحد الحالة تحز في القلوب، تدمي القلوب، يعني جميع الكلمات أو جميع الصفات ديال اللا إنسانية غنرجعوا لهذا الشيء كامل حنان، لأن هذه الحالة اللي حنا قدامها كيف ما قلت متابعينا الكرام هي حالة ماشي عادية. كيف ما قلت يعني جميع الكلمات اللي تنطبق على اللا إنسانية اليوم يمكن لنا اننا نستعملوها. هذا الكلب هذا اللي كتشوفوا فيه امامكم، يعني هذا البكمه، هذا الحيوان، هذا المخلوق ديال ربي سبحانه وتعالى، كيف ما كتشوفوا فيه هذه الحاله، كيف ما تشوف العنوان، يعني وصلات يعني الدرجه ديال بعض البشر انهم يحيدوا ليه اللسان ديالو من جدر. كنسطروا على هذه الكلمه هذه، يحيدوا ليه اللسان ديالو من جدر باش يستعملوه في اعمال السحر والشعوذه. كيف ما كتشوفوا ان اللون ديالو اسود، اختاروا كلب كحل باش انهم يحيدوا ليه اللسان ديالو، مقطعين ليه طرف من ودنو باش انهم يسحروا به ويخليوه في هذه الحاله هذه. فالحاله اللي فيها هذا الكلب هذا بمعنى الكلمه يرثى لها غير نظرا للسياسات ديال اليوتيوب وديال الفيسبوك. غنحاولوا اننا ما غاديش نصوروا بالضبط الحاله ديالو، لان الحاله ديالو كيف ما قلت قاصها حتى على السياسه ديال اليوتيوب، قاصها حتى على السياسه ديال الفيسبوك. العساك حنا اللي جالسين امام ديالو، ولكن ما كانش قاصها على الناس اللي شدوا ذاك الموس ولا مقص ولا ما عرفتش شنو كيفاش كيديروا. انا يعني منين كنوصف هذا الامر هذا ما نقدرش انني نوصفه يعني كيفاش شدوا، ما عرفتش ديك الاله الحاده باش حيدوا لهذا الكلب هذا اللسان ديالو. اللسان تيقطعوه من جدر باش كيف ما سبق وقالت لي الاخت حنان اللي غادي نرجعوا معها، اللي مسكينه هي اللي رعات هذا الكلب هذا من بعد، كيأديو حيوان باش يأديو انسان. يعني وصلت بهم للدرجه يقطعوا لهذا الكلب هذا اللسان ديالو من جدر باش يستعملوه في واحد السحر وواحد الشعوذه باش يأديو به واحد الانسان ولا واحد انسانه. المهم كلمه انسان كتنطبق على الجنسين سواء امراه او لا راجل. راه عيب وعارض الحاله اللي كنشوفوا فيها، يعني وما قالوش البشر عباد الله دازوا الحيوان. انا بغيت اليوم قبل ما ندوزوا للاخت وغادي يعني بزاف ديال الامور شنو وقع لهذا الكلب وكيفاش الرعايه ديالو كيفاش لقاتو هذا السيد هذه، بغيت يعني نوجه يعني ماشي رساله او تساؤل او ما الى ذلك. فكيف ما قلت التساؤل ديالي لهاد الناس اللي حيدوا لهذا الكليب هذا اللسان ديالو، واش ما عندكمش الروح، ما عندكمش الابناء ديالكم، ما عندكمش الاحساس، ما عندكمش الاباء ديالكم؟ واش معدومه فيكم الانسانيه توصل بكم لدرجه انكم تشدوا كلب بكمه حيوان ما كيتكلمش؟ يعني لو كان نشوف الحاله ديالو اقسم بالله الى الحزن كيبان على الوجه ديال هذا الحيوان ديال هذا البكمه هذا. يعني باش تهز كلب تقطع عليه لسانه وتستعمله في اعمال الشعوذه والسحر، سير بغيتي تسخط الله، بغيتي تمشي في هذه المعصيه هذه، بغيتي تمشي في هذه الطريقه ديال تادي بشر، اديه بعد من الحيوان. وانت باش تادي بشر اديتي حيوان باش تدوز البشر عباد الله، وتخلي لهذا الحيوان هذا كيعاني وكيساكريفي يعني يوميا وتيموت ببطء. كلب حيتي ليه لسانه، كيفاش غيعيش؟ باش غياكل؟ باش غيشرب؟ كلب ما فهمتش انا. يعني كيف ما قلت البشاعه ديال البشر وصلت حتى لهذا الحد. حنا متتبعينا الكرام اليوم مباشره هنا من هذا المكان هذا مع هذا الكلب هذا، مع هذا الحيوان، مع هذا البكمه اللي مقطع ليه لسانه من جدر. شكون اللي قطع ليه لسانه من جدر؟ البشر، الانسان، باش يأدي انسان اخر، باش يستعمل هذا اللسان هذا في الشعوذه والسحر. وناهيك يعني شنو وقع لهذاك الانسان سواء امراه ولا راجل اللي تأدى باللسان ديال هذا الكلب هذا مسكين. فكما قلت متابعينا الكرام، احنا امام هذه الحاله هذه اللي تشمئز لها النفوس. فعلى كل حال غادي نرجعوا التعليق ديالي انا اللي كيف ما كتشوفوا يعني بكل حرقه يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. فعلى كل حال يعني احنا واش مسلمين؟ انا كنعرف المسلم ما كيأذيش خوه المسلم، راه اليهود ما كيأذيوش خوتهم. هذا قاطع يدهم رحمه الله اللي داروا له هذه الحاله هذه. يعني انا كنبقى نشوف بعد المره كنبقى نبكي حداه،
بعد المره كنبقى نوكلو كيبقى ياكل بزز مسكين ويريق كيبقى فيا. يعني كنتفكر بحال انني كنوكل شي بنادم، يعني كنتخيل هذاك بنادم تا هو واقيلا بحالو كون راه كيوكلو هكاك. يعني بنادم اللي تأدى بهذا اللسان اللي داروا فيه داك الشيء ديالهم وديك يعني يقدر يكون الشيء كيف ما كيعيش هذا الكلب هذا. حيت انا فايت لقيت قطه مخيطه فمها ولقيت فيها التصويره ديال البنت. تصور ملي مشيت كنقلب كيف مع الحاله ديال داك القط عندي عند الطبيبه معلق له السيروم، الحاله ديال داك البنت. لقيتي البنت حنان؟ تصور مش برات هي. سبحان الله. يعني انا كنتفكر دابا هذا كيف ما هو مسكين هكا كيتالم، حتى داك بنادم كيتالم. علاش كيأذيوه؟ دار لك شي حاجه دعيه الله، حيت الله راه كياخذ الحق، راه ماشي العبد ياخذ الحق بيده. جرحك بشي حاجه خليه الله، حيت الله كاين اللي كيخلص، راه ماشي العبد. علاش كيديروا هكا كيأذيو البنادم ويأذيو الحيوان؟ علاش كيديروا هكاك؟ هذا راه جاي من بوعرفه، راه ماشي من هنا مسلا ولا من الرباط ولا شي حاجه، راه من بوعرفه. وجابته تكلفت به جمعيه حب التازي باش جابته. ومنين جابته حيت هذا خصو عنايه خاصه، خصو ياكل في الوقت، خصو الدواء في الوقت، حيت كنعطيه اونتيبيوتيك الدواء في الوقت. خصو داك يعني خصو يتعاون. الماء كيشرب عبس السورانك، حيت الا عطيتيه يشرب الاخر كيبقى بحال اللي كيشرب ويردو، ما كيوصلوش لحلقه. عطيتيه ياكل كيبقى بحال اللي كيمضغها بسنانه، ما كيسرطهاش، حيت اللسان اللي كيعاون باش يسرط. خصك تعاونوا. دابا اش كندير له انا؟ كندير له الصوبه ولا كنشري له داك لي باطي، الا ما كانش مطحونين كنطحنهم نزيدهم فيهم الماء دافي ونبقى نشربهم له بالسوران. يعني داك الشيء باش معاونه. حيت غادي نرجعوا معك لهاد الامور هذه حنان، وايضا حتى القط اللي قلتي لقيتي نظرا انت التجربه ديالك مع هاد القطط والسنوات اللي دوزتي معاهم، غالبا غتكوني لقيتي بحال هاد الحالات هادو ديال السحر والشعوذه بالحيوانات الاليفه سواء القطط ولا الكلاب. وكنعرفوا مع الاسف الشديد هاد كيديروا في القطط. اول مره انا كنشوف حاله ديال الكلب. بغيت نسولك حنان، هاد الكليب هذا وصفي للناس كيفاش لقيتيه النهار الاول اولا كيفاش جا عندك في النهار الاول؟ النهار اللي جا النهار الاول عنده صوندا هنا، ها هي انا نوريك فين كانت. ها هي، ها انت، ها هي باقا تقبع عنده هنا في حلقه تيو، وهنا من هنا كنوكلو من هنا كنشربو. يعني منين تخنقت داك الصوندا يعني خصها تحيد ليه، حيت قوه الماكله كدوز له الماكله ودوز له الماء دوز له عمرت الاخر ما بقاش كدوز. هذيك تقبع داروا له الاطباء. دابا منين الاخر صافي حيدوا له داك الصوندا. بقيت كنعاونو دابا انا بالماكله هكا، ومن الليل عندي السيروم كنعلق له السيروم من هنايا، كنحيد له هاد الغطايه هادي كنشوفوا هاد سميتها في رجلي هذه كنركب له السيروم، كندير له خنيشه وحده بالليل على اساس باش تعاونوا، حيت انا كنوكلو بالنهار هذيك كتعاونوا بالليل باش تعوض ليه عي شويه ديال داك النقص ديال الفيتامين. والحاله الصحيه كيفاش جا عندك فيها في الاول؟ كيفاش دايره الحاله الصحيه ديالك؟ بحال هكا جا دابا شويه ولا عي هيكل عظمي بحال هكا جا دابا شويه ولا راه كان شويه كيزيد ويطيح ولا كيهز الراس شويه. كنتي الا ما هزيتيش وحطيتيه في بلاصتو كيبقى غادي ويطيح. دابا ولا كيتمشى ولا الاخر المهم كيدور هنايا ويعاود يرجع لبلاصتو يسخن. يعني لو بقى في الشارع كان غيبقى هكا تيموت، يبقى غادي ويطيح حتى يموت. ولا مات هو يقدر ديك السيده ولا السيده اللي دايرين ليها تموت. يعني كتكون علاقه هاد السحر هذا كيربط هاد الحيوان بهذاك الانسان. ومؤخرا تلاقيت واحد السيد كيبكي حاجه هو كان كيهز داكشي ديال الميخاله ديال لافيراي والاخر، لدرجه ان غفل على حاشاك الحمار ديالو ساعه، جا لقى اللسان ديالو حيدوه ليه. كي داروا تصور دوز 3 ايام مات داك الحمار حيت ما قدرش يعيش، حيدوا له النص في اللسان ديالو. يعني اللسان باش كيشرب باش كياكل مع يعني منين عاود ليا كنقسم لك بالله كيبكي بالدموع. انا بكاني حيت حيوان بنادم مهلي فيه كيوكلو وتجي انت تحيد له لسانه، راه مستحيل ان العقل يتقبلها. شحال داك اللسان شحال ادت به من واحد، هذه اللي دارتها ولا هذا اللي دار عليه، شحال ادا به من واحد. هذا براس شحال اداو به من واحد، راه ما يكونش اداو به واحد، يكونوا اداو به بزاف. يعني مادام شوافه تخدم به للناس كاملين. اللي جا عندها قال لها الاخر تخدم به. واش بنادم قاطع يده من رحمه الله؟ واش ما كيتيقش في الله؟
واش ما بقاش عندنا الايمان حنا في الله؟ راه بنادم يكون ايمانه في الله اكثر ما يكون ايمانه في داك التخربيق ديال الشعواده. راه يقول عا بسم الله توكلت على الله وربي ما غادي الاخر. حتى لا ظلمك شي واحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل، والله حتى كياخذ لك حقك. طبعا والله الا نساك الله، الا شتي الاخر عا قال لك انه يمهل ولا يهمل، كيبغي بنادم يتوب. ربي ما كيمهلش، يمهل ولا يهمل. كيمهل ولكن ما كيهملش. راه ما غينساكش، راه ما غينساكش. راه بنادم غادي غالط، راه داك الشعوذه والاخر. انا كنقول يا مراه يا راجل اي واحد، راه ايمانك بالله هو كل شيء. راه ربي ما عمره يخيبك. دير على يقينك في الله، واللي نويتها ربي يحققها لك. ولكن ملي كتبع طريق الشيطان راه ربي ما كيسهل لك حتى شي حاجه. راه واخا تشوف راسك طلعتي، راه طلعت تطلع وتهبط. انا نفضل نبقى ما عنديش ونبقى بيني وبين الله زوينه، حيت ما دايمينش فيها. راه كتسمع واحد صحيح كتسمعو مات. يعني ما تاديش خوك المسلم وما تاديش الحيوان باش ربي يغفر لك. انت لا كنتي راه حنا خطاؤون، راه ماشي ملائكه، راه كنخطئوا. باش ربي يغفر لك انت اللي درتي شي ذنب، انت اللي درتي شي معصيه ربي يغفرها لك. ولكن منين دير معصيه في هذا تادي خوك المسلم وتادي البكمه، ربي راه ما كيغفرش في هذه. يغفر لك في شي خطيئه اخطاتيها هكا بينك وبين راسك وتقدر تكون طلبتي السماح ربي يغفر لك. شي خطيئه اخطاتيها لراسك وطلبتي منه السماح يسمح لك. في حق الحيوان راه ما يسمحش لك، حيت ربي خالقنا حنا وياهم. شحال من واحد كيجيب له الله خالقه في الدنيا عاود كيقول لك جري على هذاك من هنايا. راه ربي خالقنا حنا وياهم، راه ما خلقهمش هما بوحدهم. راه في الشارع انت في دارك، واش داخل عندك لدارك في الشارع ما تضربوش. انا لاقيه مشكل مع الناس هكا. دابا عندي شي كلاب كنكون دايزه كنعطيهم، شحال من واحد عرج من رجليه كيعرجوه بالحجر. راه ربي ما خلقهمش على بوحدهم، هما عارف الخلا انت شداك ليهم بعيدين. نرجعوا معك ضروري لهذا الامر هذا، والله يجازيك بخير عليها حنان. لا اله الا الله محمد رسول الله. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لا اله الا الله. صاحبي اختي، واش ما عندكمش القلب؟ واش ما عندكمش الاحساس؟ يعني لدرجه كلب تقطعوا له لسانه بهذه الطريقه هذه؟ يعني راه لا اله الا الله محمد رسول الله. كيف يعقل؟ كيفاش كتنعس انت ولا كيفاش كتنعس انت سواء؟ هاد السيد اللي صيفط هاد السيده تقطع، ولا هاد السيد صيفطو يقطع له هاد اللسان هذا، كيفاش كتنعس؟ وكيفاش كتنعس مع وليداتك مرتاح؟ كيفاش تخيل معايا انت اللي درتي هذا الامر هذا، واحد النهار جا ولدك وجاب لك واحد القطه وقال لك بابا ماما باغي نربيها، يعني غترفق بها وغتحن فيها في طريق الابن ديالك، ولكن انت محيد لسان الكلبه صاحبي، محيد لسان الكلبه صديقاتي. اش كديري؟ كيف ما قالت السيده، واش غادي ندوموا فيها حنا ديما ولا واش الدنيا غنديوها معنا؟ راه كاين الموت، راه كاملين غادي نموتوا، راه لنا اجل، راه حنا راه ماشي خالدين فيها، راه حنا غادي نموتوا يوما ما. ممكن انسان اديتيه راه يغفر لك، ولكن هاد البكمه هذا غير بكمه. راه الا قتلتي وكيف يعقل؟ ودابا هاد السيد هذا قطعوا له لسانه، هاد السيده ولا هاد السيد تلفتونا كاع، قطعتوا لي لسانه وخليتوه يعني كيموت ببطء. انا بالنسبه لي لو كان درتو الذنب انا ماشي كنحرضكم، ولكن لو كان الكلب هذا يموت مسكين ما يبقاش معذب، يعني نتوما قطعتوا له لسانه خليتوه غادي وتيتعذب وكيتألم، ما تيلقى ما ياكل، ما تيلقى ما يشرب. حشومه عيب وعار زعما. يعاونوا اللي يعتق، شكون اللي غيعاونوا؟ شكون اللي غيعتقوا؟ حتى الناس دابا راه حتى الناس ما نلوموهمش. يعني الجمعيه ديال حبه التازي وحمد التازي سبحان الله. لا اله الا الله. ما عرفتش انا هاد الناس هادو واش كيفكروا، واش عندهم الروح، واش عندهم العقل؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. زعما والله ما خليتونا ما نقولوها عيب الله. راه ممكن البشر ندوزوها ونقولوا بيناتهم وكاين ربي غادي يخلص كل، ولكن بكما صاحبي وبكما استاذه ما فهمتش انا هاد الناس شنو كيديروا. واش ما قارين الله يا ودي راه كيكونوا قاريين، واش يكونوا قارين؟
راه هما اللي كيكونوا حتى جاهلين. دابا غالبا كيكون واحد كيصيفطها كيقول لها قطعي لسان ديال هادي، هاد الانسان اللي كتصيفطها شحال من واحد صيفط شي قطع لسان كلب ولسان قطه خيطوا لها فمه وماتت، شحال من مشى شحال من كلب. واش انت ما عندكش العقل ما كتفكرش صاحبي؟ واش انت غدي معاك الدنيا بهاد الفلوس ديال هاد البشر اللي انت صيفطتي غيقطع لك هاد اللسان وغادي يخلصك شحال غيعطيك كاع؟ دابا هادي اللي نفرض انت عندك كليان زبونه اولا زبون شحال عطاك 10,000 درهم 20,000 درهم، واش غادي تدوم ليك؟ وانت يا مليون وما دومش كاينه وانت معذب هذا الكلب هذا في حياته صاحبي. ما يدومش ليه وغدا ولا غدا يتدفن تحت الارض يدي مع شي حاجه. حقا ما لا اله الا الله محمد. وبنادم يفكر لهيه ما يفكرش هنايا. بنادم يفكر بعقله. واش غادي ينوض بها راه اليوم هنا وغدا لهيه. راه بنادم كيكون صحيح وكيمشي. يفكر لهيه. ربي غادي يسامحوا على هاد البكم هادي ما عمرو يسامحوا. ما عمرو الاخر. راه بنادم مكلخ. هذا راه فايتين الغباء قمه الجهل كيف ما قلت، يعني باش ادي خوك المسلم بهذا الشكل هذا واديت شي حيوان وبالحيوان اديتي خوك المسلم. انا بالله الا النهار اللي مشيت على ديك البنت ولقيتها اللي كتلقيت في الفم ولقيتها في ديك الحاله ما نكذبش عليك، وليت من الاسبوع كنتفكر المشي عند الطبيبه نشوفو كيبقى وكنمشي نشوفها، كل ما كيتحسن هو كل ما كتحسن هي. تحسناش هي بعدا حنان؟ برا المش برات هي، يعني كانت مربوطه بالمش، ربما داك المش هو اللي فكها. النهار اللي تحل داك الفم الاخر، نهار اللي برات البنت، نهار اللي برا المش برات البنت، ومش دايرينو كحل بحال هاد الشكل هذا. بنت باقا شابه حنان، تكون عندها شي 24 سنه. يعني غالبا الحقد الحسد اللي خلى الناس يديروا هاد يا القضيه، اما الصحابات يا اما العائله، حيت الحقد واخا انا معك اختي حنان، اي حقد هذا واي حسد بهذا الشكل هذا صاحبي يا صديقتي انت ولا انت اللي علاش هذا الحسد هذا كامل؟ شنو دارت لك هذا الانسان؟